هل دي نهاية فيجوال ستوديو كود؟ طبعا لو انت مبرمج او حابب تتعلم البرمجة او حتى عندك فكرة بسيطة او شميت ريحة البرمجة من بعيد هتعرف البرنامج ده. بس ليه انا بقول انه ممكن ينتهي؟ عشان جوجل خلاص قربت تنزل الاديتور بتاعها الجديد اللي اسمه بروجكت اي دي اكس. فممكن حد يجي يقول طب يا فادي، ما هو اصلا فيجوال ستوديو كود ما هو ليه منافسين زي اتوم مثلا ومشهور عند ناس. اقول لك لا، من اللي انا شايفه من مميزات اللي نازله في بروجكت اي دي اكس واللي اعلنوا عنها، هو لسه ما نزلش، لسه ما حصلوش لانش يعني، بس هو لسه هينزله قريب. عملوا له الموقع، ممكن تخش تبص عليه في السريع كده. وبرضه لما تبص عليه ما تنساش اللايك والشير والحاجات الحلوه اللي بتفرح. المميزات اللي انا شايفها فيه ايه؟ اول واهم ميزه ان التطوير هيبقى على سيرفرات جوجل. يعني ايه؟ يعني حتى لو معاك جهاز ضعيف او جهاز حتى ميت او حتى موبايل هتتساوى باللي معاه جهاز خارق. ليه؟ لان التطوير هيبقى على السيرفرات، يا دوبك هتخش تظبط الدنيا وتكتب الاكواد وخلاص. يعني جهاز ضعيف زي جهاز قوي، لان اصلا التطوير ما بيبقاش على جهازك. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو عايز تعمل بروجكت فول ستاك ده هيبقى مجهز هناك، حتى هتلاقي فيه صور مواقع كتير تقدر تشوف منها، وكمان هتبقى مدعومه بالذكاء الاصطناعي. في معلومه بسيطه اخيره عايز اقولها لك، ان البروجكت ده معمول من جوجل و فيجوال ستوديو. فانت شايف انه هيغطي على فيجوال ستوديو كود ولا هيفضل فيجوال ستوديو كود الاول في العالم؟ اكتب لي رايك في الكومنتات، ومتنساش اللايك والشير وفاهم. ظبط الدنيا كده مع اخوك وبس كده.